الصورة اللي قدامكم دي حد يفهمني هي دي موضة ولا دي ايه بالظبط؟ ده فستان المفروض. معرفش ازاي فستان، حد يفهمني، حد يقنعني ده فستان. يعني انا اخرج بيه ازاي؟ يعني دي مثلا دخلت محل اللبس ما عجبهاش حاجة فقالت تلبس مثلا فازة ديكور المحل، ولا ايه بالظبط؟ مش فاهمة. ولا انت هتخرجي بيه ازاي؟ هتقعدي بيه ازاي؟ يعني فهميني كده تقعدي بيه ازاي؟ فهميني، انا عايزة افهم. يعني ده لما تيجي تقعدي بيه ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف تاني اوتفيت معانا بيقول ايه. حد يفهمنا بقى ده ايه؟ ده المفروض انه سكارف ازاي؟ انا مش عارفه بصراحه. انا اللي شايفاه قدامي ان ده كيس زباله ملفوف حوالين رقبتك ونفخاه وخارجه بيه. وتالت اوتفيت معانا بقى، ودي تقريبا كانت واقفه في المطبخ ومستعجله فقالت تستر نفسها بحاجه وتلف حواليها ورق الفويل وتطلع بيه. رابع اوتفيت بقى، ودي تقريبا كانت نازله على ملا وشها وقالت تلبس دريس بالعكس، ولا معرفش ايه اللي حصل، ما ده غريب قوي يعني. خامس اوتفيت ده بقى ما تعرفيش هو معمول من ايه بالظبط. معمول من احجار كريمه، ولا معمول من بلالين، ولا معمول من كواكب، ولا ده ايه بالظبط؟ عموما انا مش هعلق عليه. سادس اوتفيت ده بقى اللي غريب قوي. ده تقريبا ما لقاش حاجه يلبسها وكان قاعد فاضي فقال لي ياخد قماشه الانتريه كده ويعملها اوتفيت وينزل بيه. طبعا اللي صمم الحاجات دي اكيد كان شارب حاجه، اكيد ما كانش في وعي وقت ما عمل كده. يا جماعه بلاش ابتكار، بلاش ابتكار خالص. لو هيبقى بالشكل ده مش عاوزينه. يعني خلينا على ارض الواقع، صمموا حاجه تتلبس، مش اي حاجه ده خلاص شكلها غريب تبقى موضه. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ونشوفكم في حلقه جايه. كنت معاكم انجي نيفا من برنامج فاشن ستار كل اثنين الساعه 8. باي باي.